السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على MBC مصر. طبعا مباراة الأهلي وسيراميكا خدت حقها تالت ومتلت، وسط ما المباراة واخدة حقها تالت ومتلت في حاجات بتحصل غريبة. يعني احنا اتكلمنا وقعدنا أسبوع بنتكلم دلوقتي في ضرب الجزاء، يعني صدق أو لا تصدق بقالنا أسبوع بنتكلم في ضربة جزاء، حاجة يعني غريبة جدا. خلاص تمام، يعني على الله يكون خير، يعني على الله يكون خير. ويمكن انا افتكر مقولة جده عشان هو ضيف النهارده لما قال ربنا يكون في عون حكم مباراة الاهلي وسموحة، واللي كان المفروض لسموحة ضربة جزاء. طيب ده على صعيد النادي الاهلي وعلى صعيد الاندية اللي هي بتنافس. نفس القصه برضو الناس قالت ان ضربه جزاء المصري امام بيراميدز مش ضربه جزاء، او يعني شبيهه بالعاب اخرى. يعني في جدل كبير جدا على الحكام. خلاص الليله دي هتخلص ليه؟ عندنا الاسبوع الجاي اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، كل سنه وانت طيب. الثلاث اربع ماتشات دول هيخلصوا الليل، خدها مني بقى كده. خلاص ده اللي هيحدد بقى مين اللي هيفرق، 3 هنا 3 هنا 2 هنا، دي اللي هتحدد بطل الدوري. لان خلاص بقى انت في تقارب دلوقتي. الزمالك رسميا فارق بنقطتين، كان الاول ايكوال مع البيراميدز، دلوقتي فارق بنقطتين، والزمالك ليه مباراه لان الزمالك كان باي في الجوله الثانيه. كل ده جميل، لكن في وسط الزحمه دي في فرق يعني مش واخده حقها زي فرقه الاسماعيلي، وفي فريق لازم تديله حقه بجد لانه بعيد تماما عن الاحداث، الا وهو فريق نادي الزمالك. فريق نادي الزمالك لازم ياخد حقه فيما يحدث الان من احداث مهمه في الكره المصريه. ليه؟ لانه ما تدخلش في الموضوع، نقى بنفسه وبعد وبيتفرج ومركز في شغله. ده جديد على نادي الزمالك الايام دي، ده جديد. كان زمان المشاكل عنده هو، كان زمان بيخش في اي حاجه، انا داخل يا باشا، انت عندك ضربه جزاء، طب انا فاكرين. لا، ارجع لي غريب ثواني. فده نادي الزمالك لازم ياخد حقه الفتره دي، لان نادي الزمالك لم يتدخل في اي قضايا ونقاشات في موضوع الاهلي وسيراميكا، وده جديد على نادي الزمالك. انا لو من الزملكاويه اعمل تمثال لجون ادوارد لما يحدث في نادي الزمالك، وجهة نظر، والعاصي طبعا. لكن انا لو من الزملكاويه اعمل تمثال لجون ادوارد. ليه؟ الراجل ماشي بسيستم، بنظام ما كانش موجود. انا ما بجاملش حد، وتهاجم وتخبط فيه وتضرب فيه. انا عندي الضيوف هنا كانوا يعني في ناس كانت بتفترسوا، اكلمك بجد بامانه. لكن الراجل اشتغل، الراجل بعد، الراجل خد الزمالك في جنب اللي هو الهدوء، اللي هي كانت مدرسه الاهلي. عدم الكلام والسكوت والهدوء ده كان مدرسه الاهلي، ده الجديد اللي فيه تغيرات. حتى الزمالك لما جت ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا وموضوع سيراميكا والمناقشات والمناوشات بتاعت الاهلي واتحاد الكره، ما اتدخلش. انا بعيد، انا شغال، انا مركز، انا عايز اعمل حاجه، انا راجل ماشي في حالي، انا على قدي. ده مش عيب، مركز كده وبعيد وهادي والدنيا ماشيه وبيتسحب كده وعلى قد القماشه شغاله الدنيا وبتدي قماشه. فده كان لازم نقوله لما فريق، خاصه فريق من فريق القمه، بيعمل موقف محترم لازم تشيد بيه. في ناس مش واخده بالها، لكن انا واخد بالي. الزمالك، وعلى فكره الكلام ده طلع من اهلاويه اصحابي كمان،
الزمالك مركز وبعيد عن اي احداث، ونأى بنفسه عن هذه الاحداث ومركز في شغله. وعندي كونفدراليه يا رب اخدها 4 مليون دولار اسد اللي عليا، ربنا يسد اللي علينا جميعا. 4 مليون دولار تعمل شغل وماشي في الدوري زيه زي الفرق الاخرى. في فرق صرفت مليارات ومش ماشيه معاه، هنعمل ايه بقى؟ مش ماشيه. هو الاهلي بجلاله قدره باسمه يعمل كده على ضربه جزاء؟ ضربه جزاء ايه؟ ضربه جزاء ايه؟ ما تضيع حتى ضربه الجزاء، انا اجيب 1 و2 و3 على قد الصرف اللي انا صرفته. ده كلام بقى كوره بقى. تعالى اقوى سكواد في تاريخ الكره المصريه اتحصل السنه دي. اقوى سكواد، اقوى لعيبه، في ناس فيهم بتاخد بالدولار. ايه النتيجه؟ مفيش. فلازم انا لما يجي لي ضربه جزاء امسك فيها بايدي واسناني ما انا ما عنديش حاجه ما انا مفيش حاجه عندي. ضربه جزاء جت لمسك اقفش ضربه جزاء الدوري هيضيع، ما انا ما عنديش حاجه. اللي انا كنت بنزل اخلص بالجون والاثنين والثلاثه ودي يا معلم. ضربه جزاء ايه؟ ما تضيع حتى. لكن انا اوقف الدوري على ضربه جزاء واعمل الحقوق، ماشي يا عم خد حقك، مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص ان كل فرقه تاخد حقها، لكن الاهلي يجب ان يبدا طريق التصحيح والعوده الى اسم النادي الاهلي وكاريزمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي كل اللي انتوا عارفينه. وده سهل لان في واحد اسمه سيد عبد الحفيظ موجود، وقلت لكم سيد عبد الحفيظ معهوش عصايه سحريه، لازم هياخد وقت اعاده ترتيب البيت، ده محتاج وقت، والاهلاويه واثقين فيه والدنيا زي الفل. لكن الموضوع مش وردي، يعني الموضوع ان انت مش هتيجي مثلا هتتكلم كلمتين والدنيا هتمشي لا مش بالكلام ده. الموضوع محتاج شغل، الموضوع محتاج شغل وسيستم جديد ولعيبه على قدر المسؤوليه، لان في حاجات جوه انا مش هتكلم فيها دلوقتي، بس هي عندي، بس مش هتكلم فيها دلوقتي لان الوقت مش محتاج. طيب نروح بقى في وسط الاحداث دي زي ما قلت لكم، في نادي زي نادي الاسماعيلي اسمه تاريخ كبير، كان دايما منافس للزمالك ومنافس للاهلي وبيعرف يسد مع الاهلي ويعرف يسد مع الزمالك ويعرف يكسب الاهلي 4 ويكسب الزمالك 4. دلوقتي موضوع صعب جدا، خلال 4 ماتشات الاسماعيلي يعني في حاجه مش طبيعيه. ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي؟ كابتن خالد جلال مدير الفني نادي الاسماعيلي، اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا مهيب؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ عامل ايه؟ سلامي لضيوفك، انا مش عارف بقى طبعا. كابتن عبد الواحد السيد، كابتن طارق السعيد، كابتن اينو، ونجمنا الكبير كابتن جدو. سلم عليهم كلهم اهو قاعدين بيسلموا عليك اهو. الله يخليك الله يخليك بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. طيب امبارح كنت في حاله عصبيه وانت مش راجل عصبي، يعني انت راجل هادي وراجل متزن، لكن على عكس طبيعتك امبارح كان في حاجه يعني غلط شفتها من الكابتن خالد جلال. هي تراكمات يا مهيب طبعا. انت عارف التدريب مهنه شاقه جدا وكلها ردود افعال، فانا صعبان علي حاجه، يعني حاجه ان النادي الاسماعيلي احنا ضربه جزاء عمالين نحللها بقالنا اسبوع للنادي الاهلي. وبنجيب حكام اجانب عشان تحلل ضربه الجزاء. انا طبعا باحترامي الكبير النادي الاهلي نادي كبير جدا، لكن الاسماعيلي برضه مش نادي صغير. النادي الاسماعيلي يعني اهلي زمالك زمالك اهلي اسماعيلي اتحاد مصري محله يعني الانديه الشعبيه دي انديه ليها ثقلها. الاسماعيلي اول نادي ياخد بطوله افريقيا. ايوه. انا صعبان عليا ان ماتش حرس الحدود لينا ضربه جزاء وكل الحكام قالت ضربه جزاء كانت تكسبنا الماتش. ماتش الجيش في ارضنا، تخيل بقى الاسماعيلي 3 اهداف
منهم هدفين عشان اكون محق يعني، منهم هدفين كل الناس وكل الحكام قالت هدفين صح. هل دول يعني 6 نقط 6 نقط على ارض الاسماعيلي امام جماهيره يتظلم؟ يعني انا والله العظيم انا مع التحكيم، واحنا من الناس اللي بتساعد والناس اللي هي بتدعم، والناس طبعا نرفزتي دي جايه من تراكمات. طب هعمل ايه؟ يعني احنا نحتج بمذكره على حكم الحرس الحدود يجيبوا لنا في الماتش المقاولين مع كل الاحترام والتقدير ليه طبعا، وضربتين جزاء منهم 1,000,000% في المقاولين كنا نتعادل. يعني على اقل تقدير احنا عايزين بس ناخد حقنا. ليه الاسماعيلي ما حدش بيتكلم عنه؟ دي المشكله بتاعتي اللي انا طالع اتكلم فيها. يا جماعه هو يعني الاهلي، طب اتكلموا عن النادي الاهلي واتكلموا ناس كتير، لكن الاسماعيلي برضه مش صغير. لا طبعا الاسماعيلي مش صغير عشان طبعا 3 اهداف في ماتشين يتلغوا. ده حضرتك الهدف اللي ده صعب يعني اتحسب قلت الحمد لله، يعني قعدت اضحك والله، لدرجه ان في هدف الثاني الحكم صفر وانا حتى سجدت، حتى شيء مضحك والله العظيم كاريكاتيري، وراح شاور الناحيه الثانيه ان هو الغاء الهدف. يعني انا بصراحه مش فاهم ايه اللي بيحصل. ما كملتش السجده ليه؟ ما كملتش السجده والله يا مهيب حاجه بصراحه، هي حاجه لا شعوريه على فكره. انا زعلان ان جمهور نادي الاسماعيلي الكبير العظيم جمهور الدراويش ان هو بيرجع زعلان. ماتش يا مهيب احنا نكسب امبارح اقل تقدير 3، اقل تقدير. الكهرباء احنا الكهرباء فرقه كويسه، ورضا شحاته عمل هو معاها محترفين واحنا ما دعمناش خالص. يعني الكهرباء مدعمه ب6 لعيبه او 7 لعيبه، احنا ما دعمناش خالص. تخيل الاسماعيلي الفرقه الوحيده في الدوري اللي ما دعمتش ما بين الدورين. فاحنا في كارثه. اللاين فيرود كله بتاع امبارح مصاب. احنا في كارثه. فنيجي احنا عايزين حقنا كمان ما بناخدش حقنا. لا وعايز اقول لك حاجه يا كابتن، عايز اقول لك حاجه وانا بقولها اهو. مفيش حد يستقل او يقل من نادي الاسماعيلي او يقلل من نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي فريق كبير، ما ينفعش حد يقلل منه او يتهمش. ده ما ينفعش. نادي الاسماعيلي فريق كبير جدا جدا جدا، وجوده قوه للكره المصريه. فانا بقول للمسؤولين يا جماعه نادي الاسماعيلي محتاج نظره، لان اللي بيحصل في الاسماعيلي الكلام بتاع الكابتن خالد جلال ده قاله لي مثلا كل مباراه، فمش معقول يعني، اكيد في حاجه غلط. كل مباراه الراجل يطلع يقول لي انا اتظلمت، كل مباراه يطلع يقول لي انا اتظلمت، كل مباراه يطلع يقول لي انا اتظلمت. طب بعدين هو في كده؟ يا مهيب لو سمحت كلمه اخيره، انا مش بقول ان انا اتظلمت. حكام دوليين بعد كل مباراه انا ممكن اكون انا عشان فريقي بقول انا اتظلمت. طب سيبك من كلام خالد جلال، طب شوف الحكام، كل الحكام الدوليين بتطلع تؤكد صحه الاهداف وضربات الجزاء. يبقى انا كلامي شيله على جنب. أيوه. انا راجل مدير فني بتاع الاسماعيلي، فدلوقتي انا كلامي مش معتد بيه، انا بتظلم وانا كلامي غلط وشايفها من وجهه نظري. طب الحكام الدوليه اللي بتطلع بعد كل ماتش تقول لا ده هدف، لا ده ضربه جزاء، طب وانا كسبت ايه بقى في الاخر؟ ضاع مني 8 بونت كانوا يحطونا مع الفرق اللي هي بتنافس. لكن مش معقوله الكلام ده يحدث، واحنا بنحترم احنا التحكيم لاقصى درجه، واحنا لا يمكن ان احنا حتى نرفزت امبارح. انا والله من كتر الضغوط كل ماتش يعني، طب عدوا لنا ماتش، يعني عدوا لنا ماتش حتى ناخد نفسنا. لكن كده النادي الاسماعيلي لا عدوا لنا ماتش ناخد حقنا. برافو عليك، عدوا لنا ماتش انا يعني بقول كلامك يعني مش كلام انا. لكن جمهور الاسماعيلي بعد كل ماتش يحس بالقهر والظلم ده. لا احنا ما حدش يرضى ان الاسماعيلي يتحط في هذا بلعيبه صغيره. ده انا بلعب بالاحتياطي يعني في لعيبه انا بلعب بالصف كمان بالمصابين. ده انا مصاب عندي امبارح 3 و2 موقوفين. يعني حرام رفقا بالاولاد اللي هم بيلعبوا.
انا هقولها تاني وانا قلتها وانا قاعد معاك يا مهيب. الاهلي والزمالك وبيراميدز لعبوا في بطوله العاصمه، كانوا بيتغلبوا 3 و6 و5. اللعيبه دي صغيره، رفقا بيهم ان شاء الله. ان شاء الله ياخد حقه بعد اذنكم. ان شاء الله. الاسماعيلي نادي كبير، اعملوه ولو 1 على 100 من نادي الاهلي. كلامكم ولو 1 على 100 ادوا حق الاسماعيلي بس كده. بشكرك كابتن خالد جلال المدير الفني لنادي الاسماعيلي، ونظره لنادي الاسماعيلي. يا جماعه نادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي جماهيري. برحب بضيوفي الكبار اللي مشرفينا، الوحش عبد الواحد السيد. كابتن اكرام هيزعل. ايه؟ كابتن اكرام هيزعل. ما قلتش وحش افريقيا، قلت الوحش. ما تيجي معانا هنا ولا انت مكمل عندك؟ هاجي لك بس نسلم، بس ناخد السلامات. بس عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. بزيرة خارج تشكيل نادي الزمالك حتى الان. ده يأثر؟ اكيد طبعا. ايه؟ اكيد طبعا. انا الصراحه اللي شايف ان هو عامل فرق كبير، بس الروح اللي موجوده في الفرقه والاصرار اللي موجود عند اللعيبه والعزيمه بتاعتهم، اعتقد ان شاء الله تعوض الموضوع ده بشكل كبير يعني. عواد ولا المهدي؟ عواد ولا ايه؟ طبعا المهدي. طبعا. تمام. انا من وجهه نظري كده. ريفالدو يا هوبا، عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عندك تعليق في حاجه؟ لا خالص. بس لا لما تيجي في تعليقات في حاجات هنقولها لك. تحلف لي ولا حاجه؟ لا ده عشان قلت جون ادوارد تعمل له تمثال؟ لا يا جدو. لا استنى بس بالراحه. ايوه يا ابو واحد. انا عمري بالراحه استنى. لا استنى، انا جون في كل حلقاتي معاك انا بشيد بيه، عمري ما جبت. لا انا بتكلم على ناس ثانيه. لا عشان بس الموضوع الناس ما تقولش ان اصل نفس القصه وانت بتتكلم اينو. ايوه احنا واخدين بالنا. جون خلي بالك، جون حبيبي جدا يعني. يا ريفالدو بس انت رميت سنه برضه، بس رميت كلمه العاصي، عايزين نعرف دور العاصي. دور كبير جدا، بس عشان في ناس ما تعرفش الدور. لا ده العاصي دوره كبير قوي. انا بقول لك يعني انت. انا بس ايه، عشان يعني انا مش عايز اشتت الامور، لكن دور العاصي ده دور يعني ماشي كويس. بقول لك حاجه، ما هي الحاجه الكويسه او الحاجه الناس اللي بتعملها بشكل كويس لازم تتبروز طبعا. ده وجهه نظري يعني. ماشي. طب بس ثانيه واحده، طب يبقى الكابتن معتمد ايه؟ لا معتمد ده راجل. انا متفق معاك في الاداريات. لا انا بتكلم في بص يا طارق، ده في حته ثانيه. طارق انا بتكلم في سيستم ونظام. وعلى فكره اشكر مجلس الاداره برضو لانه متعاون مع الراجل. يعني برضو تعاون مجلس اداره نادي الزمالك خلى الشكل يطلع كده. قافلين على نفسهم، ما بيتكلموش، والضغوط اللي عليهم والفلوس اللي عليهم. يعني في ناس شغاله، يعني في ناس شغاله بصراحه. ابلكيشن نادي الزمالك وملك هتبقى معانا بعد شويه. ربنا يكملهم على خير بس ان شاء الله باذن الله. يا اينو حبيبي يا مومو، ما سمعتلكش حس في الفترة اللي فاتت. أنا بتمتع بيك بالمقدمة الجميلة طبعا. لكن وأنا أتفق معاك في كل اللي أنت بتقوله. يعني نادي الزمالك زي ما أنت بتقول، هاخد زي عنوان كده منك، اللي فعلا الحاجات دي ما كناش بنشوفها. دايما كنا بنشوفها مثلا في النادي الأهلي وكلنا بنعترف بيها، لكن الزمالك بصراحة الفترة دي عامل حالة بجد. شابوه لمجلس الإدارة، أستاذ جون، كابتن معتمد جمال، زي ما كابتن طارق بيقول، ده التورتايه الكبيره. أيوه. اللي قافل على فرقته، مركز على فرقته، بيعمل نتائج. رقم واحد بقى بالنسبه لي، مع احترامي لكل اللي احنا قلناهم، جمهور نادي الزمالك. لا ده قصه ثانيه. ده قصه ثانيه. جمهور نادي الزمالك هو البطل الحقيقي، هو البطل رقم واحد، مش بزيره. الناس دي ليها فضل في الملعب وكل حاجه، لكن البطل الحقيقي اللي بيخلي اللعيبه تطلع نار هو نادي الزمالك. فواجب عليا اللي انا اقول، عشان ناس كتيره بتقابلني في الشارع تقول لي انت بتطلع دايما تهاجم الزمالك. لا، الزمالك لما بيبقى كويس وبيعمل اللي عليه لازم نطلع نقول. انا هنا مش اهلي او زمالك، احنا طالما في الاعلام والكرسي ده لازم نقول اللي احنا بنشوفه. فشابوه لنادي الزمالك. كنت تحب تلعب في نادي الزمالك في الفتره دي؟ انا اتشرفت اللي انا لعبت في نادي الزمالك، وانا قلتها معاك هنا في لا انا بتكلم على الفتره دي. انا الفتره بتاعتي كانت كلها مشاكل. ايوه ما كابتن عبد الواحد وكابتن طارق. ما على فكره برضو، ما هو ده يعني احقاقا للحق، يعني لان انا عاشرت مع اينو الفتره دي. دي حقيقه. كان فعلا في مشاكل في النادي على طول يا كابتن مهيب، على طول كان في مشاكل. لكن بصراحه والله العظيم انتوا جمال يا اولاد، انتوا جمال. الفتره اللي هي واحد وطارق واينو والله جده
يعني جمال، عارف جمال ايه؟ كان في مشاكل جده كبيره كان جدا. جاي بس لحق نفسه. مين؟ جده كان جاي. لا جده مضى بس خلع. بس خلع. الحمد خلع لله. في ايه؟ ربنا بيحبنا الحمد لله. بس فعلا يا كابتن مهيب الفتره اللي انت بتتكلم عليها دي دلوقتي انا كاينو انا ما بس عشتهاش اقول في لك نادي حاجه بس الزمالك، عشان يعني ارد انا ما عشتهاش. على جده. هو لعب وخد بطولات بس كان ممكن يلعب في نادي الزمالك اكتر. مين؟ جده. جده؟ هو مش شرط ان انت رحت وخدت بطولات وكل حاجه، بس ممكن كنت تعمل تاريخ اكبر. جده ازيك يا جده؟ ازيك يا كابتن مهيب؟ حد يقول الحمد لله انا ما لعبتش في الزمالك؟ لا طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم. الحق نفسك. واي لعيب طبعا يتمنى يلعب في نادي الزمالك. ماتش جايب جمهور. لكن وقتها حصل مشاكل كتير جدا هي اللي سببت ان انا ما كنتش موجود في نادي الفتره الزمالك. يعني بالظبط. لكن نادي الزمالك ليه كل الاحترام والتقدير طبعا. لا انا هاجي لك عشان ما يعني قلت لك تعالى عشان كمان عبد الواحد عايزني، فانا اول ما هروح هقوم عامل ايه؟ يا غريب طلعني فاصل. ها؟ عشان عبد الواحد هيستلمني. شكلك ناوي على حاجه. لا والله بالعكس، انا عايزين نتكلم على المقدمه اللي انت قلتها. بس هو كويس جدا ان هو قال ان هو طبعا هو اكيد كان بيهزر الموضوع ان هو الحمد لله بيهزر. لا طبعا اكيد هو بس الناس في كده بس عشان القعده. عشان الناس بتاخدها بشكل هو بس كده بس بتاع القعده. لكن نادي الزمالك طبعا ليه كل الاحترام والتقدير طبعا. طيب عايزني في ايه يا عمر يا فندم؟ لا مش عايزك فيه بجد. هو الكابتن خالد اتكلم في نقطه مهمه جدا. انت بقالك اسبوع بتتكلم على ضربه جزاء. خلي بالك دي سياسه مهمه جدا في النادي الاهلي بيعملها، ان انا اخدك بره المشاكل الاساسيه اللي عندي. صح. خلينا واقعيين يا جماعه. النادي الاهلي بامكانياته باللعيبه اللي موجوده. انا بالراحه بس بالراحه بامكانياته بكل حاجه. ان انت بتتكلم في ضربه جزاء. طب ما احنا اللي ما عدناش ليه اسبوع ل 10 ايام نتكلم ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا اللي الاهلي خد بقى بطوله السنه دي. بس معلش انا استنى بس خليك بعد ما اخلص بس هرد عليك بس في النقطه دي. لكن هي القصه دي طب ما احنا ممكن نرد على بعض على فكره. ماشي. انا هقول القصه خلص هو براحته عشان ما يبقاش كلام. ماشي. القصه كلها ان انت بتاخد جمهورك في اتجاه ان انت اتظلمت، وبتاخد الناس كلها. طب ما تبص المشاكل اللي موجوده عندك انت حل. المفروض الاهلي واحد منهم قاعد معانا دلوقتي قال لك ان الاهلي لو ما كسبش اتنين كل ماتش. ما هو لا واحد اهو لو ما كسبش اتنين دلوقتي. لا النادي الاهلي بيكسب بالعافيه حتى ماتش سموحه. وخلي بالك النقطه الثانيه بقى ايه؟ ان انا بعمل ضغط كبير جدا على الحكام. سيبك بقى بالماتش. الاهلي عمره ما هيفكر في ماتش في ضربه جزاء. لا انا بفكر في الخمس ماتشات او ست ماتشات اللي بعد كده. نيجي لنقطه ثانيه. طب ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات في ماتش بيراميدز دي ضربه جزاء. وارد في كل حاجه وارده. بس انا كمان القصه الثالثه بقى اللي هتكلم فيها. اتحاد الكوره اول مره يعمل ان النادي يجي يفتح شوف الفار. دي جديده بصراحه. يعني انا مش فاهم. انت دلوقتي في سياسه معينه خلاص مش هتستعمل. لازم اصل انت اتقفلت. بص يا مهيب لو نادي تاني عملها كان هتتفتح اصلا. كان مجرد التفكير كان هيحصل. انا ما بقولش النادي الاهلي مثلا ان هو لا النادي الاهلي منظومه محترمه جدا. بس في حاجات بتتعمل خارج الاساس اللي هو بتاعه. خارج الاساس بمعنى نخلي اينو يرد. بص كلامك كابتن عبد الواحد طبعا فوق دماغي. بس انا هرد في عجاله في نقطتين. النقطه الاولى اللي انا اتفق معاك اللي الاهلي وحش، وانا بطلع اقول على مسؤوليه الاهلي وحش، ومش الاهلي اللي مستني ضربه جزاء. والاهلي زي ما الناس كانت بتقول تكسب 2 و3 بالسكواد ده، زي ما كابتن مهيب قال بالسكواد بالمليارات دي. انا مش راضي عن اداء النادي الاهلي. انا كاينو مش راضي عن. هنفترض يا كابتن مهيب اللي البيلين اتحسب وكابتن وفا حسبه والاهلي جابه والاهلي كسب وخد ال3 بونت، هل ده الاهلي؟ لا. بس فانا راجل ككوره. بس النقطه الثانيه يا جدو اللي انا هقولها، اديني حقي. حته بقى انا وحش انا سيء انا بفلوسي بملياراتي بدنيتي بصفقاتي، دي نقطه انا وحش دي داخلي. لكن في الحق اديني حقي. فانت مش عشان انا وحش ما تدينيش حقي، لكن اديني حقي. جدو رد عليه يا جدو. لا اصل انت بتقول بغض النظر عن ضربه جزاء ولا ضربه جزاء، النادي الاهلي لازم يكسب 2 و3. طبيعي النادي الاهلي لازم يكسب. بس في النهايه يا جماعه انا ممكن اكسب ماتش يا كابتن بكوره بجون بضربه جزاء اكسب بقى بطوله. ممكن اخسر بطوله بضربه جزاء. مثلا زي احنا مثلا ضيعنا ضربه جزاء المباراه اللي فاتت بتاعت المصري في اخر ثانيه 3 بونت. فاهم انت بالظبط. 3 بونت كانوا هيحطوك في حته ثانيه، كان ممكن يفرقوا معاك في دوري كامل. لكن في النهايه ضربه الجزاء مهمه جدا. طبعا مش شرط ان الاهلي وحش ان هو لو جات له ضربه جزاء ما تتحسبش عشان هو وحش. لا ما انا قلت ايه؟ ما انا قلت اديني حقي حتى لو انا وحش. اديني حقي. لا ما حدش قال ان هي ضربه جزاء مش ضربه جزاء. ما اتكلمش على كده. ايوه انا بتكلم يا اينو ان انت عملت مشكله كبيره جدا بقالك اسبوع ل 10 ايام بتتكلم فيها عشان تاخد راي العام في اتجاه ثاني يا جماعه. والله ما بهزر. هي ده الاساس. انما انت بالنسبه لك طب ما اقول لك حاجه. اعتبر يا عم اتحسب ضربه الجزاء. طب ما مسموح عليها ضربه جزاء.
صح ولا لا، ما غلط؟ انت بس لو هي دي قعدت زي دي؟ بص يا اينو، مش ضربة دي جزاء زي دي يا ولا كابتن؟ سؤال بس، يا ضربة جزاء لا ولا مش ضربه جزاء. يا اينو من وجهة يا إينو. نظرك. لو انت هتيجي في كل ماتش انا ليا ضربه جزاء، المحله ليه ضربه جزاء، والاسماعيلي ليه 3 اجوان زي لما الكابتن خالد دلوقتي قال. كل هي كره القدم لعبه مثلا بنلعب فاهم. لعبه ما فيهاش اخطاء فيها. سواء اخطاء بشريه واخطاء فنيه من الحكم. ده المشكله اللي فيه فار يا كابتن. امال لو ما فيش متفق فار يا معاك. كابتن امال لو طارق؟ ما فيش فار كنا رحنا فين؟ احنا على ايامنا ما كانش فيه لكن فار. الكابتن ابو واحد بيقول حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي ليه بيعلق شماعته حاليا على الحكام؟ هو مش زي ما جده هل بيقول يا النادي كابتن طارق الأهلي- كان ممكن الماتش ده ب3 بونت يخلص. بص، هل النادي الاهلي فنيا كويس؟ لا. هل النادي الاهلي اداريا في اوضه اللبس كويس؟ كل دي نقط لازم تتكلم فيها والناس عارفه الكلام ده. النادي الاهلي الاداره خدت النادي في اتجاه ايه؟ حكام، اتجاه ضربه جزاء اتظلمنا، ايا كان ضربه جزاء مش ضربه جزاء، في الاخر دي لعبه كره قدم فيها الاخطاء وارده. وانت زي ما انت كسبت او اتغلبت المباراه دي بضربه جزاء ما كانتلكش قبل كده، انت كسبت ضربه جزاء ما كانتش ضربه جزاء. نفس الزمالك كده، المصري كده، الاسماعيلي كده، كل الفرق بيجي لها، لكن ما تتكلمش على حاجه نادي الاهلي اكبر منها بكتير. بس هي ده يا كابتن طارق، هي دي مدرسه النادي الاهلي، مدرسه الكابتن سعد عبد الحفيظ، ان هو دايما دلوقتي حاسس ان في ضغوط كبيره جدا على الفرقه وعلى المدير الفني، فحب يشيل الضغوط دي عن الفرقه، ان هو يقعد الفتره دي كلها ما حدش بيتكلم على الفريق، ما حدش بيتكلم على المدير الفني، بقول لك فكله أنا دلوقتي قلت لك بيتكلم على البيانات. خدت اتحاد الكوره الناس- كابتن السيد راح يعني اتحاد أنت- الكوره ما رضوش يوروه الفيديو، فرجع الكابتن سيد بتتكلم في اجتماع اتجاه اتحاد اللي بقول لك الكوره عليه، قريب. ده اللي بقول لك عليه يا جدو. فهي دي أنت مدرسه خدتهم في الكابتن اتجاه سيد، تاني. حتى لما هو كان مدير كوره يا كابتن مهيب كان بيطلع يتكلم بعد المباريات، بيودي الاتجاه كله في حته ثانيه، وده انا بصراحه بحييه عليه، ان هي دي اداره ومدرسه. ده ذكاء. بس خلي بالك ذكاء برضه- بالظبط. بس خلي بالك ممكن تعمل ضغط على الحكام بعد كده. لا، ما هو بقى العيب بقى اللي بيستجيب للضغط ده من المؤسسات اللي هي المفروض تبقى على مسافه واحده من الجميع. يعني انا ممكن ان انا كنادي بستخدم كل الادوات بتاعتي يا كابتن. يمكن لما قلت الاسبوع اللي فات ان النادي الاهلي بيعمل كده عشان يضغط على الحكام، طبيعي ان اي نادي ليه قوه ما بره الملعب ان هو يضغط بيها، سواء مثلا يضغط بالاعلام، ان عندي اعلام قوي ممكن اضغط بيه، عندي جماهير ممكن اضغط بالجماهير، فده طب ادواته. والاهلي استفاد بهذا الضغط؟ وليه واي نادي سواء اهلي زمالك بيراميدز اي نادي، الاسماعيلي نفسه الكابتن خالد جاد طالع بيتكلم وبيضغط برضه على الماتشات اللي جايه ان هو ممكن أيوة، بس الراجل بقى له 4 ماتشات يعني طالع عينه. بالظبط تمام يا كابتن. بس انا وعايز أسألك بتكلم ان سؤال انا بس، طب الاهتمام اللي كان بنادي الاسماعيلي بالماتشات اللي فاتت وضربات الجزاء والاهداف نفس بسبب ضرب جزاء النادي الاهلي ده نفس الاهتمام؟ لا في ما هي نفس القصه يا عارف جماعة. المشكلة اللي بالظبط. بتزعل الواحد بس انا في النهايه وده النادي الاسماعيلي برضه اللي انا قصدي يا كابتن وده بيأثر كابتن عبد الواحد. بيأثر كمان عليه ان فرقه زي دي ما تبقاش موجوده في انا الدوري. فاهم، بس انا بتكلم على ان اي نادي ليه حق ان هو يستخدم الادوات بتاعته، وفي النهايه الفيصل فيه اتحاد الكوره ان هو يستجيب او لجنه التحكيم تستجيب للضغط ده او لا، لان انا ممكن اضغط وانه يضغط صح. على مهيب، بس في النهايه مهيب هيستجيب للضغط ده ولا لا؟ المفروض ان ما حدش يستجيب للضغط، ان طيب. انت شايف ان الدنيا ماشيه صح وان الحكم ما اخطاش والحكم كويس، فخلاص نكمل على كده. بمناسبه الضغط، هتجيبوا حكام اجانب لمباراه الزمالك؟ طلبتوا؟ احنا ما طلبناش، احنا استفسرنا من الاتحاد الكوره ان احنا ممكن نجيب دلوقتي حكام اجانب. تقريبا قالوا لنا ان المده القانونيه ان انت تصرف 15 يوم فيها تقريباً. 15 يوم فهي عدت فما فيش حكام اجانب يعني. تقريبا الماتش اللي جاي مع الزمالك هيبقى حكام مصريين يعني. امين عمر تقريبا. ما اعرفش، ما قالوناش الاسم. الراجل ده رايح المونديال اهو، يعني راجل مونديالي. طيب راجل لا امين الكابتن امين عمر انا بحبه من الحكام المحترمين جدا ومميزين جدا، ان انا بحبه ويعتبر بالنسبه لي انا احسن حكم مصري حاليا في الدوري في التحكيم المصري. امين عمر عنده ثبات في المستوى. والله يا كابتن مهيب احنا عندنا حكام وماتش يعني الاهلي. طب خلص دي معلش، وماتش الاهلي ماتش الاهلي طلب خلاص حكام الاهلي أجانب. طلب حكام. يعني كنت تتمنى حكام اجانب ولا مصريين فين؟ في ماتش الزمالك؟ اكيد طبعا حكام اجانب، بسبب ان عايز ابعد الحكام المصريين عن الضغوط يا كابتن مين اللي احنا بنتكلم فيه. فاهم ان انت دلوقتي زي انت ما قلت انت عمال تدلع في امين عمر اهو، زي انت ما قلت من اول عمال تدلع في امين عمر عشان راح هو ما اعرفش ان هو جاي والله. ما كان عندك وقت انك يمكن ايه ده يا كابتن مهيب اتكلمت قبل الست مباريات ما تبدا يا جماعه التحكيم، وانت ركزت على النقطه دي بالظبط. أيوة. التحكيم والله العظيم. فاكر يا اينو؟ فاكر ان انت قلت يا جماعه هيحصل، ودلوقتي كل ماتش بقى فيه مشاكل تحكيميه. يا جماعه خلي بالك 6 ماتشات هيحصل فيهم حاجات بالظبط، لان انت كتير. خلاص ما فيش وقت للتعويض يا كابتن
ازاي انت بتطالب اللعيبه بتاعتك ان هي تركز وان هي ما تخطاش؟ برضه الحكم مش لازم يخطا، ان انت بيبقى عندك مساعدين، عندك فار وعندك 2 مساعدين وعندك حكم رابع بره بيساعدك، وفي النهايه بتطلع كل غلط دوت فيه برضه. انا مش فاهم أخطاء. دي غريبة طب نعمل ايه طيب تاني؟ فاهم؟ كان على ايامنا ما فيش عايز تقول الفار. حاجه قبل ما اطلع فاصل؟ انا كنت عايز اقول اللي ما عندنا، يعني انا بشيد بالحكام المصريين وانا معاهم قلبا وقالبا، وانا ضد اللي يهاجم حكام مصريين، بس الاخطاء اللي بتحصل يا كابتن مهيب غصب عننا لازم نطلع نتكلم، هو ده الصوره. وبعدين احنا كان على ايامنا ما فيش اخطاء، صح يا كابتن ابو واحد؟ صح يا تمام. كابتن طارق؟ النهارده انت في فار وبيحصل مليون خطا، طب وبعدين تمام. يا اما رايح دماغي بقى. المفروض اتحاد الكره ال6 ماتشات ولا ال7 ماتشات دول بتوع البطوله هتلاقيهم حكام اجانب عشان يبقى في حياديه، وابعت اللغط عندك. يا سلام عليك يا ايه، بس ريح دماغك. بدفع انت بقى ايه؟ بدفع لهم انت وهات هو هل الانديه السبعه اللي عايزه حكام معهمش فلوس؟ تقرير بالسبعة. تقرير عن نادي الزمالك مصر كلها عايزة ووزارة حكام. شباب هم 3 بلوزداد، فرق بس. ونرجع عشان نستقبل يبقى معانا ملك جاهزه ولا الفقره اللي بعدها؟ اللي بعدها ماشي، مكملين معاكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. امبارح مودرن سبورت تعادل مع الجونه، والاتحاد فاز على زد 2-1، وكهرباء الاسماعيليه تعادل في اخر دقيقه مع نادي الاسماعيلي 1-1. طيب عايزين نجيب جدول بقى الدوري، الجدول الثاني اللي هو بقى من الثامن او من الاول بقى. وادي دجله في المركز الاول برصيد 35 نقطه، البنك الاهلي في المركز الثاني اهو. ده بقى الجدول والله العظيم انا يعني مش عارف اقول ايه، والله العظيم 3. الجدول الاول والجدول الثاني ماشيين صح، ماشيين العدل يا جماعه. هو السنه الجايه نفس النظام برضه ميب ولا؟ والله حد عارف حاجه والله ما حدش يعني عارف. السنة حد الجاية عارف لك حاجة؟ اما نشوف بقى هيلغوا الهبوط هيبقوا 20 فرقه. لا يعني المفروض الهبوط 4 ينزلوا ولا مش 3 يطلعوا، هيتلغي فيبقى 20 فريق. هيبقى نفس النظام ولا دوري عادي؟ دوري عادي بقى من دورين. طيب بس متهيألي من السنه اللي بعدها يبقى دوري عادي لحد ما يوصل 18 يعمل دوري لحد عادي. ما يوصل لاربع 18 الاربع أربع جداول أندية بس. يبقى عندنا 4 مجاميع. لغايه ما كلمه استثنائي دي تتلغي. وانت متاكد ان ال4 فرق هينزلوا؟ هيبقى فيه هبوط. ما انا بقول لك لا مش متاكد، الله اعلم. انا والثلاثه يبقوا كانوا بس هم المره دي مصممين يعني. ايوه الله طبعا. اعلم. يعني الله اعلم. ماشي. يعني كل الكلام اللي طالع من الرابطه اعرض يا غريب، اعرض يا غريب. ما ترجع تاني يا غريب، معلش يا غريب. يعني هو المركز الاول وادي دجله، يعني نحييهم. البنك الاهلي المركز الثاني، الثالث زد، الرابع الجونه، بتروجيت الخامس، يعني الفرق من 30 ل 35 الدنيا ماشيه. طلائع الجيش سادس، مودرن سبورت سابع، الاتحاد ثامن، الاتحاد جري شويه، وغزل المحله جري شويه، المقاولين العرب عاشر. نيجي بقى ايه للمشاكل كلها. لا اله الا الله. كهرباء الاسماعيليه وفارق وحرس الحدود. انا مش لا تعليق بقى، مش هعلق بقى، مش هعلق. اسماعيلي 14 صعب قوي. يعني اسماعيلي 14، يعني مش عارف اقول ايه. حرس الحدود 19. ده حتى بص الاسماعيلي بينه وبين كهرباء الاسماعيليه 6 نقاط. طيب ممكن ترجع لي بس ثانيه؟ ترجع لي ثانيه؟ المقاولين 23 نقطه. لا ترجع لي اللي قبل الاسماعيلي 23 نقطه. المقاولين اللي هو اقرب حد فوق، اقرب حد فوق المقاولين 23. يعني بينه وبين الاسماعيلي 9 نقاط. غزل المحله بينه وبين الاسماعيلي 11 نقطه. لا المشكله ان هو عاوز يكسب والفرق الثانيه كمان تتغلب. لا الموضوع صعب جدا، صعب جدا بصراحه. كان الله في العون، يعني حاجه. والدوري يعني مش هيبقى الله ليه طعم. يسامح اللي وصل، الله يسامح اللي وصل الاسماعيلي لهذه المكانه وهذه الدرجه. الاسماعيلي والدوري ما يبقاش ليه طعم يا كابتن مهيب من غير الاسماعيلي ولا جمهور الاسماعيلي بصراحه. دي اي حاجه. طيب نشوف كده جدول الدوري بقى. الزمالك في المركز الاول، ده الدوري الثاني بقى. اما ده بقى ده الاول، ده المنافسه على البطوله. الزمالك 46، بيراميدز نفس عدد الماتشات 44، والاهلي في المركز الثالث. لكن الاهلي متفوق بمباراه، يعني معدي بيراميدز زياده مباراه. احنا ريحنا الاسبوع الاول عشان انتوا ريحتوا الزمالك اول اسبوع كان باظ. طيب يعني هو من مصلحه الاهلي ان انتوا الاثنين تغلبوا بعض، تتغلبوا، يعني الزمالك يكسب الاثنين يتغلبوا ان شاء الله. بيراميدز هيكسب ان شاء الله. تحصل ازاي ما اعرفش، بس هو الافضل للنادي الاهلي ان بيراميدز يا يكسب يا يتعادل. بس الزمالك هيكسب لا ما هو ان شاء الله. طول عمرهم البيراميدز بيبقى كويس والزمالك طيب. يروح كسبان. معانا مين يا رجاله؟
بيراميدز يكسب بقى الاستاذ محمد احمد سلامه رئيس الاتحاد السكندري، يعني اللي قدر يخطفه كده ويشيله ويحطه قدام شويه. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي للاسكندريه كلها، حبايبنا وجماهير الاسكندريه. ويعني الحاجه الحلوه من الحاجات الحلوه كده في الدوري المصري هو نادي الاتحاد. ربنا يخليك، انت اللي حلو وجميل، والف شكر على الكلام الجميل ده، والله ربنا يكرمك. ربنا يخليك. احنا نتمنى عوده الاتحاد للمنافسه والله العظيم 3 على الدوري. والله الحمد لله، فضل ربنا سبحانه وتعالى، نشكر ربنا طبعا. اكيد لكل مجتهد النصيب، الحمد لله كل الناس اشتغلت وكل الناس ادت اللي عليها وزياده. طبعا الاول بحب اوجه الشكر بس لكل ضيوفك الكرام. جده بيسلم عليك اهو. ده اخويا يا استاذ محمد الف مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. ما شاء الله، يعني اللي يمكن هو من اول ما تولى رئاسه نادي الاتحاد وعمل صفقات كويسه جدا. انا بحييهم على في يناير بصراحه. قفشه ودونجا عبد الرحمن مجدي، يعني كان زمان الاتحاد دلوقتي بينافس على الهبوط. لكن انا بشكره طبعا، ونادي الاتحاد ودونجا طبعا، وعبد الرحمن جوده ويسر وحيد انا عايز اشوف جده يوم من الايام مديرا فنيا لنادي الاتحاد بجد ان شاء الله. خلي بالك لانه اسم كبير طبعا. لان احنا عرفنا جده منين على فكره؟ والله الاتحاد. كان نفسي اخطفه في انتقالات يناير دي برضه مع اللعيبه اللي خدناها من بيراميدز، بس بقى يلا ان شاء الله. بس خلي بالك انت معاك ايمن عبد العزيز، ده يعني حاجه جامده جدا، خلي بالك. كان عارف والله مهم. ده يعني شخصيه واداره فنيه وعقليه طبعا فذه. طبعا والله لسه كنت بكلمه وببارك له والله، وبكلم الجهاز كله ببارك له. مدرب منتخب مصر يعني. طبعا لا حاجه جميله وشخصيه زي ما حضرتك قلت رائعه، وطبعا لعيب دولي واشتغل مع مدربين فنيين عاليين، اخرهم كان فيتوريا في طبعا منتخب مصر. فلا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا الفتره الجايه، ونقدر نعمل حاجه نبني كمان على الماتش بتاع امبارح ده ان شاء الله، ونقدر نحط الاتحاد في المكان اللي يستاهلها واللي يستاهلها كل الجمهور الاتحاد السكندري ان شاء الله. هل الاهلي طلب قفشه؟ والله مهم، عايز اقول لك يعني الناس بتتكلم كلام غريب، بتطلع حاجات غريبه. طب الاهلي طلب قفشه ليه؟ يعني الاهلي هو هدفي طلب قفشه، انا هديله دلوقتي؟ ما يعني الكلام اصلا ما بيركبش على بعضه. يعني النهارده احنا كده قفشه اعاره لنهايه الموسم، تمام. طبيعي ان بعد الاعاره ما هتخلص انه قفشه هيرجع النادي الاهلي، وطبيعي ان لو الاهلي مثلا في ظروف السنه الجايه مش هتسمح ان هو يجدد لقفشه، او الناس هتتمسك انه قفشه يبقى موجود، احنا ده طبيعي، دي الطبيعي في كره القدم وفي الاحداث اللي موجوده. لكن الاهلي هيطلب قفشه ليه؟ ما هو كده مش يعني لو الاهلي طلبه النهارده فكده الانتقالات مقفوله، فهيبقى من اول الموسم الجديد. فاعتقد الاهلي مركز واحنا مركزين، الناس بس احيانا بتعمل هي الاعاره بنيه البيع ولا مش بنيه البيع؟ لا مفيش الاعاره مش بنيه يعني قفشه بعد ما يخلص مع حضرتك نهايه الموسم يرجع للنادي الاهلي، هو اللي يقرر. بالظبط. لكن ايه المعطيات السنه الجايه يا استاذ مهيب؟ لا وحد عالم. لا انا اتوقع بقاء قفشه في نادي الاتحاد على فكره يعني. يا رب والله. مين ما يحبش قفشه؟ هو لقى نفسه في نادي الاتحاد. نادي الاتحاد في ناس كتير بتلاقي نفسها في نادي الاتحاد، شعبيه وجماهيريه واجواء وبلد جميله وجماهير جميله ورئيس نادي ما شاء الله جميل رخر. الحمد لله. فبنتمنى التوفيق. ربنا يخليك، هو ده اللي احنا بنتمناه فعلا، نتمنى التوفيق. والفتره الجايه مهمه. انا اتكلمت مع اللعيبه الجهاز، باركت لهم ماتش مهم جدا الماتش الجاي. اعتقد يعني ال3 بونت بتوعه وان شاء الله يحطونا في اكثر ارتياحيه واكثر امانا، وتبدا اللعيبه بقى تبان بمستواها الحقيقي، وشويه تتخلى عن الضغوط اللي شويه كنا عايشين فيها. وربنا يكرمنا يا رب الفتره الجايه زي ما حضرتك قلت، ونبقى في مكانه كويسه. طيب انا بتمنى التحضير يا استاذ محمد لاسم الاتحاد. يعني ايه التحضير لاسم الاتحاد؟ يعني ان احنا نحضر من بدري، ما نستناش لما يبقى في مشكله ونبتدي ندعم ونبتدي نلحق ونبتدي اوعى ده الاتحاد متاخر. لا، انا ابتدي قوي، ابتدي جامد، اظبط اموري عشان على الاقل هلاقي نفسي في الاوائل. بالظبط. طبعا انت بس هو كان في ظروف استثنائيه السنه اللي فاتت، اكيد حضرتك عرفتها وشفتها طبعا، كانت استقاله الاستاذ محمد مصلحي. كانت في وقت كان صعب جدا، لان احنا كنا السنه كنا خلصنا الموسم اللي فات
وكان بدايه السنه الجديده كانت بدري جدا. يمكن اول دوري بدا في العالم الدوري المصري بدا في 7 اغسطس. ايوه. فكانت الفتره كلها حوالي يمكن 33 34 يوم. فطبعا كان الموضوع صعب جدا ان انت بعد ما تمشي قيمه كبيره زي الاستاذ محمد ونجينا نشتغل بعده يعني. فطبعا الموضوع كان فيه تخبط كبير جدا. وعقبال ما استقرت الامور المجلس احنا كمان مش الاستاذ محمد بس اللي استقال، كان نائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ احمد عبد المجيد والاستاذ محمود القاضي. فطبعا خلق فجوه كبيره جدا والوقت كان قليل جدا. وعقبال ما فكرنا وتعاقدنا مع الكابتن احمد سامي كانت الفتره قليله جدا، يعني الفتره على بدايه الموسم كانت قليله. فكان ما فيش وقت للتحضير وان انت تبدا فتره اعداد مع اختيار اللعيبه. فدي فعلا ظروف استثنائيه حصلت السنه اللي فاتت. ان شاء الله بقى مش هتتكرر ان شاء الله. في استقرار وفي مجلس جديد وفي شغل وفي استراتيجيه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه السنه دي نقدر نبني عليها. خاصه اكيد هتبدا الدوري في ميعاده الطبيعي لان كاس العالم هياخد وقت كبير. فاعتقد ان الدوري مش هيبدا قبل سبتمبر، ودي فتره مع السنه دي في فتره كويسه وفي سياحيه نقدر نعمل فيها شغل كويس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد احمد سلامه رئيس نادي الاتحاد السكندري، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن مهيب ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كل النجوم الكوره اللي معانا النهارده منورنا وسعيده بوجودي معاكم. الله يخليك. عندنا كام زملكاوي قاعد يعني؟ 1 2 3 زملكاويه صح؟ 3 فين؟ ايه؟ 3 فين؟ 3 وكابتن طارق وكابتن ابو واحد 4. لا 2 زمالك و2 اهلي. ايه انت بتلبسني على الهوا. هو سلمكم كده خلاص. نص ونص. سلم نص ونص. ها مالك تقول لك اهلاوي ولا زملكاوي يا مالك؟ انا خارج عبد الواحد الكابتن. يا كابتن ابو واحد بتضحك ليه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اينو؟ زملكاوي. زملكاوي. طارق اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده متربي عندنا جوه النادي. 100 عقبه. ده اللي مربيه. 100 عقبه. نكم من انا هو بص انا طلعت حياديه. يلا يا ملك خش على طول على المفيد. اتفضلي. اولا عن نادي الزمالك عندنا شقين. اول حاجه يخص الفريق واحنا بنتكلم دلوقتي كابتن معتمد جمال قرر الدخول لمعسكر مغلق تمام استعدادا للمباراه المقبله وان اللعيبه يبقوا بعيد تماما عن السوشيال ميديا. تمام. فدي اول حاجه كويسه جدا ان اللعيبه تاخد وقتها وان تبقى في معسكر مغلق استعدادا للمباراه. تمام. كمان كابتن معتمد نبه على اللعيبه ان ما ينفعش ان انت تحط اريحيه قوي ان الفريق كسب وان انت تقدر تتغلب على فريق. بالعكس انت لازم تبذل جهد لغايه اخر دقيقه في المباراه. تمام. وده اللي انا بقوله على طول ان ساعات الثقه بالنفس بتؤدي الكارثه. طيب يعني دلوقتي الزمالك هيدخل معسكر. طيب شيء طبيعي. نخش بقى على الفرقه نفسها. هل بيزيرا موجود ولا مش موجود؟ خوان بيزيرا خلال الساعات المقبله هيخضع لاختبار طبي. الاختبار الطبي هو اللي هيحدد ان هو يشارك ولا لا. كابتن معتمد جمال قال مش هشارك بيزيرا غير لما اكون متاكد من جاهزيته 100%. تمام. وبالنسبه لشيكو بانزا كل الناس قالت هيبقى موجود. يعني يبدا المباراه ولا يبقى بديل ولا مش موجود خالص؟ لا شيكو بانزا ولا بيزيرا؟ بيزيرا الاختبار الطبي خلال ساعات هو اللي هيحدد موقفه. تمام. لكن بنسبه كبيره هيبقى موجود لكن ممكن يبتدي يستخدمه مثلا احتياطي. تمام. لو هو لسه مش 100%. لكن تمام. كابتن معتمد مش عايز يجازف بده. اوكي. شيكو بانزا بقى كله قال هيبدا التشكيل. لا شيكو بانزا هيبقى موجود احتياطي. تمام. التشكيل اللي متوقع الناس كلها كانت بتختلف بتقول احتمال كبير جدا ان محمد عواد هو اللي يقود. لا. الشباك الزمالك امام المواجهه المقبله. لا المهدي موجود. تاني حاجه بنتايج الونش عبد المجيد عمر. خط الوسط شحاته فتوح السعيد. الهجوم بزيرا وفي حاله بزيرا ما شاركش هيبقى احمد شريف الدباغ ناصر منسي وشيكو بانزا زي ما قلنا احتياطي. تمام. بالنسبه بقى للموضوع الثاني نادي الزمالك الحمد لله في انتعاشه ابتدت دلوقتي في نادي الزمالك عن طريق الابلكيشن. حلو. الابلكيشن حتى الان واصل الدخول عليه او الاشتراك حوالي 700,000 واحد. فانت لو حسبت 700,000 واحد في اشتراك في 50 جنيه انت حوالي كده هتعدي 35 مليون جنيه. فده طبعا مبلغ كبير. هيتاخدوا امتى؟ لا هو بيبقى اوتوماتيك ان انت لما بتشترك بتدفع فبعد كده بيجي بنهايه الشهر الشركه بتحول على حساب نادي الزمالك يعني كل شهر دخل شهري داخل يعني. بالظبط. وكمان الشركه عملت حاجه كويسه جدا ان اول سنه هتسيب عائد كبير جدا لنادي الزمالك. سنه اول سنه. ده غير ان نادي الزمالك استلم 25 مليون. عقد بقى الابلكيشن اللي كان كله بيسال عليه عقد ابلكيشن نادي الزمالك مع الشركه 7 سنين.
7 سنين. وده بعد موافقه الجهات الاداريه. تمام، كويس، مصدر دخل حتى كويس يسددوا جدا. مرتبات الموظفين. ماشي. نادي الزمالك بقى كل الجماهير كانت بتسال على شركه الكوره. المجلس وكل المسؤولين اعلنوا ان خلاص هم قربوا يخلصوا شركه الكوره ويتم اعلانها للنور خلال ايام. لا، شركه الكوره هتتاخر شويه في الاعلان. الزمالك حصل على كل الموافقات وكل التراخيص وكل الحاجات الضريبيه الخاصه بشركه الكوره، لكن مجلس الإدارة عايز إن المشروع ينجح، خاصة في ظل الديون اللي متراكمة على نادي الزمالك. دلوقتي بيتم عمل هيكلة عن طريق اللجنة القانونية والمستشار القانوني لنادي الزمالك عشان يعملوا الهيكل القانوني الخاص لشركة الكورة بالتزامن مع قانون الرياضة الجديد. تمام. يعني ازاي تتأسس، رأس المال، المستثمرين، واهم حاجة هل هيبقى النسبة الكبيرة لأحقية المستثمر في إدارة شركة الكورة ولا الأحقية هتبقى النادي الزمالك؟ أوكي. حتى الآن في اختلاف عليها، وكمان الطريقة الأنسب لظروف النادي حاليا، يعني الإيرادات والمصروفات، إيه اللي هيدخل وإيه اللي هيخرج. هم متخوفين جدا إن الشركة تتعمل ولا قدر الله يحصل فيها أي دروب. تمام. طيب، في اخبار عن الانتخابات، كنت سامع كده مناوشات، ده داخل يعني ده مش داخل، ده بيعتذر، ده مش عارف هقول ايه لك على وقتها حاجه بصراحه بقى يعني. وانفراد. كابتن حسين لبيب اكتر من مره فعلا فكر في تقديم الاستقاله. حلو. وبنسبه كبيره لو هو استقر على القرار هيبقى بعد انتهاء الكونفدراليه وبعد فتح ايقاف القيد. ده بنسبه كبيره وهو مش عايز يدخل الانتخابات تاني. تمام. اللي بيقود نادي الزمالك بقاله فتره هو كابتن هشام نصر. حلو. وهو المتولي ده. مجلس الاداره مين فيهم اللي هيبقى عنده طموح كبير جدا انه يدخل انتخابات نادي الزمالك؟ الثلاثي. كابتن هشام نصر عايز ينزل على منصب الرئيس، وابتدى فعلا في شغل دعايه بيحصل في نادي الزمالك من دلوقتي، وابتدى بيتروج لده من دلوقتي. الدكتور حسام المندوب بنسبه كبيره مستقر على الرئيس، لكن في وجود اسم قوي ممكن ينزل نائب. كابتن احمد سليمان مستقر ان هو برضه هينزل رئيس. ده الاساسيين اللي هو منصب الرئيس. بالنسبه بقى لباقي المناصب، الاغلبيه بين منصب امين الصندوق وبين عايزين اسم قوي يتردد ان هو يدخل نائب. الاستاذ عمرو الجنايني بعيد عن المشهد، مش لغايه دلوقتي. احمد سليمان هينزل رئيس المره دي اكيد. هو استقر على ده، فانت كده عندك يعني عندك ثلاثه، حسام المندوب واحمد سليمان وهشام نصر بالظبط رؤساء. الثلاثه نازلين من القائمه اللي موجوده دي، من القائمه الحاليه. ما شاء الله. يعني الله اكبر. ده لغايه دلوقتي. وعايز اقول لك هم يعني انا رايي كلهم يبقوا رؤساء بقى. طب يعني مين الاعضاء؟ كلهم يبقوا رؤساء. السؤال مين اللي هيبقى عضو؟ مين عضو جمعيه عموميه؟ الله اعلم بقى. يعني كله رئيس نجيب في 11 رئيس 12 رئيس في مجلس الاداره. بس لكن محدش يترشح على لكن باقي المناصب او منصب العضو لسه لحد دلوقتي. يعني كابتن حسين السيد مش عايز يخوض التجربه تاني الفتره الحاليه. نيره الاحمر مش عايزه تخوض التجربه تاني. ما شاء الله. في ناس كتير جدا هم خلاص، يعني حتى الاستاذ عمرو الادهم برضو نفس الحكايه، مش عايز يخوض التجربه تاني. وخلينا اقول يعني كلمه حق، الفتره اللي فاتت مين مش عايز يخوض التجربه تاني؟ الاستاذ عمرو الادهم. طيب. الفتره اللي فاتت فيها ازمه كبيره وازمات ماليه. حته بقى مين اللي هيبقى رئيس ومين اللي هيبقى نائب، هي دلوقتي بقت فيها مشكله. بس المشكله الاكبر مش في الانتخابات، هي المشكله برضو جايه في حته شركه الكوره. مين اللي هيسيطر، او مين مجلس الاداره اللي هيبقى في شركه الكوره من مجلس الاداره. هي دي بقى، دي النقطة أنا بحييك عليها. دي اللي هيبقى عليها كل الكلام الفترة اللي فاتت. لا مشكلة كبيرة. لو أنت بقول لك إيه، أنت قلت لي أنا داخل. لا ايه مش داخل. رجعت تاني ليه؟ رجعت تاني لا. صح، نسيت اقول لك عبد الواحد من ضمن لو في انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك هينزل عضو. لا مش نازل. هتنزل عضو. لا مش نازل. اسماء معينه. لا لازم عينيك دي اللي ضايقت والحواجب اللي طلعت فوق دي يبقى لازم. اقول لك حاجه بس. هو لو لقى قايمه قويه ولقى ناس فعلا يعني جادرين بالمناصب، كابتن عبد الواحد يدخل معاك. هينزل. انا ايه اللي هينزل؟ ما انا بقول لك بس عايز اسماء معينه. الشاشه عبد الواحد السيد يترشح. هو عايز اسماء كبيره يبقى رئيس، وعايز اسماء في الاداره الرياضيه. يعني هو عايز ناس تساعده. هو مش عايز يدخل هو اللي يعني بجد هيطلع عينه جوه. لا، هو عايز حد بجد في الاداره الرياضيه يكون فاهم كويس جدا معاه عشان يقدر يخوض التجربه. عضو في الزمالك؟ وانت عضو في الزمالك؟ لا. بس اقول لك حاجه، في نقطه مهمه بتاعت الكوره. لو المجلس الاداره هيشرف على الكوره مالهاش لازمه
انا بقول لك من دلوقتي ملهاش لازمه الشركه. في اعضاء من مجلس اداره نادي الزمالك ملهاش لازمة. بنسبه كبيره هم اللي بس انزل على هيبقوا واحد والله. موجودين في شركه الكوره. والله بجد اصل خلينا انت بس- بقول خلينا لو بس قايمة في شركة محترمة. لا الكورة. بجد اصل انت لازم تنزل عضو في بص يا الاول ما في- عشان انت في اسم كبير مقومات- في نادي في الزمالك مقومات. وعايزين يعني عايزين لعيبه كوره لعيبة الكورة يدخلوا تنزل. مجلس اداره. ده مفيش بالظبط. مشكله، بس ايه مقومات وحد النجاح؟ مر بالازمات ايه مقومات فقادر النجاح؟ يحلها. القايمة انت اللي لسه معاها. هتقول مقومات النجاح لا والكلام ما مقومات الكبير النجاح يا ده. حبيبي بالراحه قايمة عشان كويسة. افهمك حاجه. لو في امكانيات ماديه في نادي الزمالك والدنيا بدات تظبط الفتره اللي جايه، اكيد في ناس كتير تمام. هتفكر. خلي بالك في حاجة لأن هي تانية يا المشكله ملك؟ الاساسيه هي الناحيه الماديه. حاجه لا، ثانيه يا ملك؟ بالنسبه بقى لممر الملك فاروق كل اللي بيسال عليه وكنا بس أنا بس متابعين مالك عاملين عايزين متابعه نرجع عليه لشركة لسه. الكوره مهيب، دي مهمه آه. جدا. لازم فصل شركه الكوره عن مجلس الاداره. ودي اللي هتبقى تماماً. فيها على فكره هيبقى فيها أيوة، كلام ده لازم. الفتره الجايه. انا بتابع يوميا في الموضوع طيب. ده. بالنسبه لممر الملك فاروق حتى الان النادي الزمالك ما انتهاش من تقديم الملف كامل للجهاز المركزي للمحاسبات ولوزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه عشان ياخدوا الموافقه والتصريح بالاستثمار. بشكرك لسه يا ملك. قدامه شويه. شكراً بشكرك جداً يا لك. ملك، فتحت لنا ملف مهم جدا بس هو مش وقته. ملف شركه الكوره لا، والانتخابات والانتخابات دول هنناقشهم بعد كده. هنناقشهم لسه بس بقالي بعد سنتين ماتش. يا جماعة. بعد سنة ماتش ونص. الشباب دول ازاي؟ ده لسه بدري قوي يا جماعه. ونص. لا معلش، لا لا، ما هو الصح باستفاضه كده. لان لازم- في اسماء كمان اللي بيحسب يتم الحسابات طرحها في على الساحه. الحنايبات. الله اكبر. امال ما شاء ايه؟ الله. طيب ما شاء الله عليك. من فتره بشكرك يا ملك. شكرا جدا يا شكرا كابتن جزيلا ميدو. شكرا ملك جدا موسى ليك. طبعا على الاخبار الجميله اللي انت قلتيها. من فتره قلت وفكرت كده وقلت كابتن حسام حسن امتى يبقى مدير فني للنادي الاهلي؟ وهل ده ممكن؟ وطرحت الموضوع ده في وقت كان صعب جدا. كلمت معاه اكتر من مداخله وهنجيبها لكم يعني. والحمد لله زي ما طرحنا ان هو يبقى مدير فني لمنتخب مصر وبقى مدير فني لمنتخب مصر. لكن النهارده بقول لكم وانا كانت امنيه ليا انا شخصيا، يعني انا من الحاجات اللي بتمناها في الكره المصريه ان الكابتن حسام حسن كان يبقى في يوم من الايام مدير فني لمنتخب مصر. الحمد لله ربنا يعني حقق لي هذه الامنيه. الامنيه الثانيه ان الكابتن برضه حسام حسن يبقى مدير فني للنادي الاهلي. هل آن الأوان أن يكون الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للنادي الأهلي؟ لما كنت بطرح عليه السؤال ده من سنة كان بيتمنى الراجل، بس أنا كنت عارف إن هو صعب. يعني أنا من جوايا كنت بسأل السؤال، كنت عارف إن هو صعب. ليه؟ معرفش. لكن بعد اللي قدمه الكابتن حسام حسن مع منتخب مصر والوصول لكأس الأمم الأفريقية والوصول لدور الأربعة في كأس الأمم الأفريقية والوصول بسهولة لكأس العالم واللعب ماتشات كبيرة جدا والإجادة في حاجات كبيرة جدا، ألعب مع فرق كبيرة، لعب مع فرق كبيرة. آن الأوان أن يكون الكابتن حسام حسن مديرا فنيا بعد منتخب مصر للنادي الأهلي. أصبح الموضوع بقى مشروع، بس هو قاعد لسه في المنتخب فتره. مشروع وواجب النفاذ والتنفيذ. لو عمل نتائج ليه كويسة بقى؟ وصعد لأن يعني. الكابتن حسام حسن من أكتر الناس في مصر اللي ادوا للنادي الأهلي اكيد ككورة في الملعب، بطولات، يعني أهداف، إنجازات، عرق، تعب، حب، حاجات كتير جدا. واكيد من امنيات الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن ان هم في يوم من الايام يدربوا النادي اللي ابتدوا فيه وتربوا فيه. فاللي اقدر اقوله ان الكابتن حسام حسن بات قريبا بعد تكمله مشواره مع منتخب مصر ان يكون المرشح الاول لتدريب النادي الاهلي. النهارده اقولها بكل علو صوت، كابتن حسام حسن قريبا مديرا فنيا بعد تجربته مع منتخب مصر للنادي الاهلي. وشكرا يا جماعه ونطلع فاصل. اهلا بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن جدو، ايه رايك في ناصر منسي؟ مهاجم هداف، يعني من القليلين ان انت بيجيب جون من نص فرصه.
يمكن اي فريق دلوقتي يتمنى يكون ناصر منسي موجود معاه في الفريق. عامل شغل، بيضغط، بيتحرك، بيجيب اجوان، بيصنع اجوان. تخاف منه في ماتش بيراميدز؟ اكيد طبعا تخاف منه، يمكن تعمل له حساب. المباراه الاولى كان هو اللي كان بيحرك، كان هو مصدر الخطوره كلها بالنسبه لنادي الزمالك. يمكن هو اللي عمل ضربه جزاء كمان اللي الزمالك جاب منها الجون، وتحركاته دايما بتبقى خطيره وما بيقفش يعني، وبيخش في كل كوره. من النوعيه دي من المهاجمين انت بتقلق منها. يشبهك بمين زمان ناصر منسي؟ من المهاجمين اللي موجودين يمكن شبهنا عبد الحميد بسيوني شويه كده، كابتن عبد الحميد بسيوني. والله يعني انت هتحس ان هو نفس ستايله كده، وبيعرف يجيب اجوان برضه. بيجي منه صح. فهو مهاجم جيد جدا طبعا، ومبروك عليه. الفتره اللي فاتت دي متالق وماشي بشكل كويس جدا. اتمنى انه يكون له دور مع منتخب مصر الفتره الجايه ان شاء الله. ايه رايك في ناصر منسي؟ مجتهد يعني. ناس كتيرة قعدت شككت فيه، بس هو مجتهد، وعشان كده عشان هو مجتهد وبيعمل عليه وقافل ودنه ربنا بيكرمه. بيجيب اجوان صعبة، بيجيب اجوان بتبقى الكرة ميتة وبيجيبها. فلا انا شايف اللي هو مجتهد يعني، بصراحة مجتهد، وعشان كده ربنا بيكرمه، مع ان في عدي وفي مش عارف مين وفي مين وفي، لكن هو دايما انا بحب عدي الدباغ قوي يعني. انا معجب بعدي الدباغ. وكان في عمرو منسي وفي كذا حد، لكن ناصر منسي مجتهد، عشان كده ربنا بيكافئه في مباريات كويسه. ناصر منسي هو قال عمرو ناصر. عمرو منسي يبقى انا قلت ناصر منسي. فهو مجتهد، عشان كده ربنا بيكافئه بالاجوان دي، وبقى عند الجمهور حاجه كويسه. لا اسطوره دي كلمه يعني، هو مجتهد ولعيب كويس لكن مش اسطوره يعني. كلمه اسطوره دي يعني من المسلسل اللي هي اتاخدت كده. لكن يعني كابتن حازم امام، كابتن حسن شحاته، النجوم الكبار اللي ادوا. طبعا ناصر عمل تاريخ كويس في نادي الزمالك، بس هو مجتهد بس مش اسطوره. لا مش اسطوره. لا كلمه اسطوره دي كابتن خطيب، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام حسن، لكن محمد صلاح. ناصر منسي كويس، مجتهد بس في مش اسطوره. لا مش اسطوره. ايوه بس اسطوره ولا مش اسطوره؟ هو طبعا لا اسطوره دلوقتي عند جماهير نادي الزمالك. عند جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك بس كل اكتر حاجه بتميزه بالنسبه لي انا مقاتل على كل كوره. والقتال ده ما بيجيش من اي لاعب سهل. وانت لسه كنت بتقول دلوقتي من شويه كابتن حسام حسن، اكتر واحد كان ممكن تقول عليه مقاتل، تقول عليه متحرك، تقول عليه حته من احمد بلال، يمشي زي احمد بلال برضه. بيعرف يحضن محطه كويسه جدا، بيتحرك للكوره في اماكن متميزه جدا، لكن اجتهاده ربنا بيديه. لا بس بلال في حته ثانيه لو هنقارن ده بالنسبه لك انت برضه. لا بلال لعيب كويس كبير. انت لعبت مع بلال وعارفه يا حبيبي. بالنسبه لك برضه ايه اللي جاب بلال في الموضوع؟ اصل بلال كان بيلعب مع جنبه مين؟ مع احترامي النهارده ناصر، المواهب والقوه اللي كانت موجوده الاول مش موجوده دلوقتي. فاهم؟ انا مش بقطع في ده، انا بالعكس، ده انا بقول مهاجم زي ما كابتن طارق قال، مقاتل ومجتهد. يعني لكن بلال كان اقوى. احمد بلال اقوى طبعا. لا انا شايف احمد بلال ممكن يكون حته من احمد بلال وعبد الحميد بسيوني. كابتن عبد الحميد بسيوني كان هداف. بص ناصر، انا عشان ليا قصه معاه كمان. ناصر لما الفتره في يناير لما كان عايز يمشي والنادي كان عايز يمشيه، انا اتصلت بيه شخصي وقعدنا نتكلم انا هو كتير جدا. قلت له ما تمشيش ودورك هيجي، لان انا عارف مش مجتهد بس، مجتهد ومقاتل وعايز وفرود محترم جدا جدا. مش عايز اختصر في ناصر ان هو مجتهد. يعني ايه مجتهد؟ لا فرود في جوه ال 18 عارف بيعمل ايه، بره ال 18 عارف بيعمل ايه، زي ما انت قلت بيضغط في كل مكان. جده اتكلم عليه كويس قوي. لا فرود. لا فرود يا جماعه، فرود. ومع احترامي طبعا لكلام احمد بلال، لا انا ما ينفعش ان بلال يقلل من ناصر تماما. قلل عليه. لا بالعكس، انا بقول لك كده ما ينفعش وما صحش. حتى انت ذوقيا يعني في نفس المكان ما ينفعش تقلل من شخص. اعتقد ان هو الفتره الاخيره دي اثبت للناس كلها. انت شايف هو ولا بلال؟ انا من وجهه نظري انا لا هو بلال للامانه يعني كان فرود محترم جدا، بس انا بحب ناصر. ايوه يعني هو بالنسبه لنا لا، بالنسبه لنا ناصر المنسي. لا بالنسبه لنا طارق. بص يعني بس معلش عشان اكمل القصه دي. فالراجل قعد، وكان كمان كان ليا كلام مع جون، ومن بعد ما كان ماشي بقى نجم الفرقه. وده خلي بالك مش اول مره، دي تاني مره. يعني موضوع ايام جوميز ناصر مسافر كان مكمل العدد مكمل العدد للفرقه. الراجل نزل في تلت ساعه قلب الدنيا تماما.
فمش معنى انك انت بس مجتهد، لا انت مجتهد ومخلص وكمان انا بتمنى ان جمهور الزمالك يعني مشكله بقى كمان اللي بتواجه النصر ان احيانا لما مستواه بينزل شويه الناس بتقلب عليه بشكل انا مش شايفه انا نفسي ياخد فرصه في منتخب مصر. ممكن ان شاء الله ممكن ياخد، وارد ان هو ياخد يعني لو حط رجل في منتخب مصر ولعب ماتش واثنين، اعتقد ناصر منسي ممكن يبقى نمره واحد في الحته ديت الفتره الجايه. ناصر منسي ولا بلال؟ الستايل يعني حريف انت مهما بس ده ستايل وده ستايل، خلي بالك ده ستايل وده ستايل. انا مش مع، بص يا مهيب، انا مش مع هتقولنا يا جماعه ذا بيست حالا، احضروا ليه ذا بيست حالا. مش مع انك انت، بص اقول لك حاجه، هو ممكن يبقى بلال لعيب كبير وكل حاجه، بس ما ينفعش ان انت تطلع تقلل من الناس. دي مش كويسه حتى لشخصيتك انت، او مش مساله عشان تطلع الناس تقدر تتكلم وتقول ان انت بتقول كذا، او الترند مثلا زي ما تقولوا، لا عيب. وما تبقاش حتى انا شايفها عيب وحاجه مش كويسه، يعني حاجه دي مش بالعكس، ده ممكن تقلل منك مش تزودك. حتى لو في ناس زملكاويه بيحبوك او الناس شايفه انك انت كويس، عمره ما قال عليك كويس. ما ده بيقلل منك. يعني انا ما ينفعش ان انا اطلع اقطع في اي حد قدامي موجود او بشكل اللي هو باهانه. يعني انت ممكن انت تقول انا شايف ان هو مش احسن حاجه في الحته دي، انتقده في اجزاء معينه. انت راجل فرود، عارف ايه الفرود امكانياته فيها ايه، قول له لا ده في ناقصه كذا او ناقصه كذا، انما ما تبقاش بالطريقه وبالاسلوب السخيف اللي بيتعمل ده. تمام. لو قلت لك ناصر ولا بلال حتتك بقى. لا الاثنين كويسين. ما انا اهو بلال كان فرود جامد جدا. هتقولي الصورتين خلاص ندخلها رسمي. بلال كان فرود جامد طبعا، واحترف بره ولعب. ناصر ولا بلال؟ منتخب مصر ماشي. لا الاثنين كويسين. لا واحد يعني. لو انا عايز، لو دلوقتي في البيك بتاعه، في البرايم بتاعه، لا كابتن بلال. بلال يعني انا يعني الاثنين كويسين، وانا قلت ناصر مجتهد وكل حاجه ولعيب كويس، لكن انا من وجهه نظري بلال يعني 2-2 صح. انت قلت ناصر. انا عايز ناصر بصراحه. بلال لو موجود دلوقتي في الامكانيات دي والاجواء دي، بلال هيبقى في حته ثانيه. بلال لو ما بيطلعش بلال لعيب كبير وبالطريقه دي على الناس المهاجمين، او يا راجل حتى خلي عندك انك انت الناس اللي هي تحترمك من الزملكاويه ما تفقدهاش. ما تفقدهاش. طيب. مش مساله ان انت هتطلع والناس هتقول عليك كويس، لا. طب انا ممكن دلوقتي لو انت بتتكلم منطقي من غير الكلام ما بيقولوا، لا اقول لك بلال. طيب ماتش الزمالك وشباب بلوزداد، هل الزمالك بيفكر في ماتش بيراميدز في دماغه؟ لا طبعا. لا طبعا قافل على نفسه جدا طبعا. لازم يكون قافل على نفسه، ولازم اللعيبه تكون مركزه. ونتيجه 1-0 ديت خدعه جدا. لازم لعيبه الزمالك تكون من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه محافظين على جولهم وعلى شباكهم، لان ديت نقطه مهمه جدا. لا قدر الله يدخل جول هتبقى مشكله ليك. لازم يبقى فيه هدوء، جماهير هتبقى موجوده ان شاء الله باذن الله، كل الاستاد يكون كامل، الجماهير موجودين. فرحان قوي انا بمعتمد جمال. الكابتن معتمد عامل حاله جيده جدا، وعامل هدوء للفريق. في حب بين يعني الكابتن معتمد والفريق. اللعيبه نفسها كمان حباه جدا يا كابتن مهيب، ودي نقطه مهمه جدا لما تكون حابب المدير الفني. لما بتشوف لعيبه كبار بتخرج متقبلين اي حاجه من الكابتن معتمد، ودي حاجه تحسب ليه. كابتن معتمد مجتهد جدا هو طبعا، وابراهيم صلاح وباقي الجهاز ماشيين معاهم بشكل كويس، وعاملين وجهه نظري اعجاز في ظل الازمات، في ظل حاجات كتير جدا. لا نادي الزمالك ماشي بشكل كويس، بس المباراه دي لازم يكون تركيزها 100%. ماتش هيوديك لنهائي البطوله ان شاء الله. المهم الهدوء في البدايه، ولو قدرت تخطف هدف بدري هيفرق كتير جدا معاك، وهتلاقي الخطوط فتحت بالنسبه لك، وربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب اينو، انا عندي كده مقوله ان اهم مباراه في الدوري في الفتره القادمه هي مباراه الاهلي وبيراميدز. تمام. لان هيترتب عليها حاجات كتير جدا، هيترتب عليها المركز الثاني والثالث، هيتركب عليها المركز الاول. يعني مش بقول الثاني والثالث ان بيراميدز الثاني عشان الناس ما تفسرهاش غلط، لكن في ظل المنافسه واللي احنا شايفينه والريتم بتاع الست ماتشات، لا ماتش الاهلي وبيراميدز هيفصل في حاجات كتير جدا. طبعا. هيفصل الاهلي هيلعب دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ طبعا. هيفصل الاهلي هياخد الدوري ولا لا؟ يعني هيفصل في حاجتين، الاهلي هياخد الدوري ولا هيلعب دوري ابطال افريقيا. الاثنين ممكن يبقوا موجودين، والاثنين ممكن يروحوا. معادله صعبه. والله. فهيترتب زي ما انت بتقول حاجات كتير قوي. النادي الاهلي ما قداموش اي حاجه يا كابتن مهيب دلوقتي اللي هو اللي يكسب، ومالوش دعوه كمان لا بزمالك ولا بيراميدز ولا باي حاجه. بص في ورقتك، عشان اي فقد نقاط تاني للنادي الاهلي، انا اللي بقول لك النادي الاهلي مش هياخد الدوري. فلازم النادي الاهلي كل مباراه بمباراه، ما تجيش بقى تقول لي اصل ضربه جزاء. خلي بالك هو لو كسب ال5 ماتشات دلوقتي
والزمالك مثلا كسب الاربع ماتشات لما الزمالك خد الدوري. وارد اللي انت بتقوله ده يحصل. فاهمني؟ يعني انا معاك. ما عادش بقى ايه انا اكسب الخمس ماتشات اخد الدوري، لا صح. احنا لا، عدينا أنا الخطوه دي. ما انا بتكلم اللي انا اكسب. مش الدوري بس يا مهيب، الدوري وعندك بطوله افريقيا. ما انا بتكلم في الاثنين. انا بتكلم اللي انا اكسب واكيد يحصل تعثر الناحيه الثانيه، فاهم اقصد ايه؟ وبعدين في الدوري بتاعنا ده لا الاهلي دلوقتي تقدر تقول اللي هو يكسب كله، ولا الزمالك يقدر يكسب كله، ولا بيراميدز يقدر يكسب كله. طيب جدو في ظل يعني ان بيراميدز فرقه كبيره والناس عندكم يعني حتى في الاداره موفرين كل حاجه، ما تقدرش انه تقول ان هم مقصرين في اي حاجه، لا موفرين كل حاجه. في ظل كل الكلام ده بتيجي في المطبات والمراحل الاخيره بيتعملوا حاجات غريبه جدا. يعني ضربه جزاء زي دي، يعني ماتشين السنه اللي فاتت بنك الاهلي وفاركو، يعني حاجات تفاصيل صغيره جدا، يعني بينكم وبين الدوري مفيش خطوه. يمكن زي ما قلت انت مهيب، النادي مش مقصر في اي حاجه، الاداره بتدعم الفريق بكل الطرق، سواء الباشمهندس ممدوح عيد وعمرو بسيوني وكابتن هاني سعيد كلهم بيدعموا الفريق ومش مقصرين في اي حاجه صراحة. زي ما قلت لكن المشكله ان في عدم توفيق، ان انت يجي لك برضو ضربه جزاء في اخر ثانيه في المباراه وتضيع، دي بتحصل في الكوره. فانت لو معاك توفيق كان ممكن تدخل المباراه وتبقى انت قد نادي الزمالك. انت معاك توفيق، احمد توفيق معاك. احمد توفيق بس ما بيلعبش كتير. خد التوفيق بره الملعب. بالظبط. فانا شايف ان في عدم توفيق، لكن انا بشيد باللعيبه بتاعه الماتش اللي فات. يمكن بعد اللي احنا كنا خاسرين 1-0 واتطرد مننا لاعب، ان انت ترجع في المباراه تاني وان انت تتعادل ضد النادي المصري في السويس، ماتش صعب وفي لعبه صعبه، ويجي لك ضربه جزاء في الاخر، ده بيدل ان انت عندك روح لحد اخر ثانيه. لكن ما كانش فيه توفيق المباراه اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله يا رب المباريات اللي جايه دي يكون التوفيق معانا وان احنا نقدر. هل في مشاكل مع رمضان صبحي فعلا؟ يعني النادي بيراميدز مش عايز رمضان او خلاص؟ لا بالعكس، الكلام اللي بيصار في الفتره الاخيره النادي في ظهر رمضان من اول يوم في المشكله بتاعته، ويمكن في تحرك في المشكله بتاعته ان هو ان شاء الله يعني في شهر 5 يكون في يقبلوا الطعن ان شاء الله، وان هو وفورا بعد ما يقبلوا الطعن ممكن يرجع التمرين تاني ويتمرن. ده كبير، لعيب كبير وموهبه، خلي بالك طبعا. واحنا كنادي مفتقدينه، احنا كده مفتقدين رمضان صبحي بامكانياته الفنيه. هل بيراميدز مش واقف وكمان الشخصيه كمان مع رمضان صبحي؟ لا بالعكس، ليه واقف معاه من اول يوم في المشكله لحد دلوقتي، دايما على تواصل مع رمضان. ورمضان كان عندنا في النادي في رمضان اللي فات، جبناه يوم فطر معانا بعد المشكله اللي هو خرج من كان نفسي يبقى موجود في كاس العالم. اتمنى ان شاء الله برضه موضوع معاكم دلوقتي خالص. لا، ما هو ممنوع يتمرن دلوقتي، ممنوع لحد ما يفصلوا في الطعن. ان شاء الله لو الطعن اتقبل متمسكين بيه يعني. اكيد طبعا يمكن احنا كجهاز فني كمان متاثرين بغياب رمضان، ان هو من اللعيبه اللي هي بتفرق معايا فريق كابتن مهيب. وكمان كشخصيه كمان في الملعب، لعيب كبير، لعيب قائد في الملعب، فاحنا مفتقدينه الفتره ديت. اتمنى ان شاء الله رب مشكله المنشطات دي تعدي على خير ورمضان يرجع تاني النادي باذن الله. موهبه مصر اكيد طبعا يعني. بشكرك يا جدو حبيبي يا كابتن. الزمالك يعمل ايه مع شباب بلوزداد؟ ان شاء الله يكسب ويتاهل النهائي باذن الله. ان شاء الله. اينو بشكرك حبيبي يا مهيب. الزمالك يعمل ايه؟ ان شاء الله الزمالك بيلعب باسم مصر، ان شاء الله كلنا ورا نادي الزمالك. تمام يا اينو. كابتن طارق طبعا عيط منك. لا باسم مصر بيلعب، ماليش اهلي وزمالك. طالما في زمالك بيلعب في بطوله، لا اله هم اللي مربيينك، ولا كده عاجب ولا كده عاجب. ما هم حافظينك. بشكرك كابتن عبد الواحد. بالتوفيق ان شاء الله، كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 6 مساء باذن الله. ومباراه شباب بلوزداد الملعب خلاص خلصت 45,000، وانا اعتقد ان هو هيكون اكتر من كده، هيكونوا متواجدين لمؤازره نادي الزمالك. مباراه صعبه كابتن معتمد، مباراه صعبه خلي بالك، 1-0 نتيجه خادعه. الفرقه دي بتلعب بره ارضها بشكل جيد، ويعني يواش اهدوا شويه زملكاويه، بلاش والنبي الاحتفالات والحاجات اللي انتوا فاهمين انا بقول ايه، عشان يعني خليها ماشيه كده زي ما هي ماشيه، وزي ما راجل جون كده ماشيها كده بالايه، بالهدوء وبالستر ان شاء الله باذن الله. اشوفكم غدا وحلقه جديده من برنامج اللعيبه على MBC مصر. الى اللقاء.